لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابلين ميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن أعوالي. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رط جيالي، ولهفتاه على خزانة علمك سجادي، وهو يقاد في الأصفاد. ما لي يراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة سجادي. إيش صار؟ قال قلبوه عن نطع مسجن فوقه أيوا إماما، فبكت عليه أملاك سبع شدادي. مو فاق
قد واحد ولا اثنين، 17 من أهل بيته. شينادي بلسان الحال ويصيح وذله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي أترى يعود لنا الزمان بقربكم هيهات ما للقرب من ميعادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي ردي علي جواب يا دار الولي حسين وين البدور اللي قبل بيهم تزهري يا دار يوم اللي طلعنا شلون ممشاي حسين واخوته اليوث الغاب وياي والامر من عباس مشوا الضعن بهداي بهيبه مشينا والعشيره شمال ويمين بهيبه ارتحلنا وبالهضم جيناك يا دار راحت مشايخنا وبقينا بولية اشرار يا دار ما غير الحرم واطفال صغار عندك تنوح وتندب وتنشدها الجفيوة يا دار بظلال الاهل منك مشينا جينا بلياهم عسلا كان جينا بعد لهل بيا عين عايل للمدينة مدري نشديت لو تنشديني عن حسين سيدي بلسان الحال خرجتم والحسين في مقدم الضعينة رجعتم دون الحسين أين خلفتموه سيدها اسمع جواب السجاد يا دار خليناه برض الطف عريان ما له مواري والكريم براس لسنان قوة مشينا والتسوق الضعن عدوان والضعن ما غير اليتامى ويا النساوين ولكنما المرجع والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن مولانا علي بن الحسين عليه السلام أنه قال أيما مؤمن دمعت عيناه على
الحسين حتى تسيل على خدي بوأه الله بهما في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. صدق مولانا زين العابدين. ولتعجيل فرج مولانا صاحب الأمر ولقضاء حوائجكم ولشفاء مرضاكم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وادعنا أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عندما نرى سيرة أهل البيت صلوات الله معذرة سماحة الشيخ تفضل الله يحفظكم. عندما نرى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نرى هذا الأمر ظاهرا وهو إحياء ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه بشكل خاص جدا. هناك أمر لإحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل البيت وعترة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن يشهد الإنسان عندما ينظر في تاريخ الأئمة وفي روايات الأئمة أن هناك خصوصية لإحياء ذكر الحسين سلام الله عليه، وهناك أيضا آثار عظيمة جدا لإحياء ذكره. وهذه السيرة سيرة وإحياء شعيرة البكاء والإبكاء هذه من الأمور التي قد تبلغ رواياتها حتى التواتر، يعني شيء ما ينبغي الشك في صدوره عن أهل البيت سلام الله عليهم. هذه الدمعة التي قد يستصغرها الناس اللي لما الإنسان ينظر إلى الروايات فيها يتعجب انصافا كيف أن مثل هذا العمل البسيط في نظرهم عمل بسيط جدا به تغفر الذنوب وترفع الدرجات وتمحى السيئات وينال الشفاعة ويزور الحسين في قبره وغيرها من الأمور ومن أمور الدين والدنيا والآخرة والبرزخ وغيرها من الآثار المترتبة على هذه الدماء. هذا فضلا عن أنها سيرة موجودة عند أهل البيت ولا سيما زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فترى بأن زين العابدين قد أحيا ذكره كثيرا حتى روي ما هو منقول أن الإمام سلام الله عليه ما قدم له شراب ولا طعام ما يقارب 40 عاما. تتصور في اليوم الواحد يعرض عليه مثل الطعام والشراب ما إن يراه يمزجه بدموعه صلوات الله وسلامه. كم تنغصت عيشة الإمام زين العابدين. ومن هوان الدنيا على الله أن يتهم الإمام بأنه كان منعزلا ولم يؤدي دوره كإمام ولم يتخذ مسؤولية الإمام. ليش يعني؟ قال أول ما رجع إلى المدينة ما خالط الناس وما دخل في المدينة إنما جلس في البادية نصب له بيتا من الشعب كما يعبرون خيمة ولا جعلها في البادية خارج المدينة لا يريد أن يلتقي بأحد وإنما يلتقي فقط بالخواص مثلا وكان يتفرغ ماذا للبكاء. فأين دور الإمام؟ وين سياسة الإمام للعباد؟ وين دور الإمام؟ وكأنما هذا الأمر جرى طيلة حياته. بالعكس نعم هذا الأمر قد يكون حصل ولكن كم من فترة حياته في سنة 61 لما رجع بأبيه وأمه نصب هذا الخيمة أو هذا البيت مثلا يقولون إلى 63 ما بعد واقعة وفاجعة الحرب في المدينة. هذه المصيبة هذه لوحدها
يعجز الإنسان كيف يصف مثل ما وقع عليهم في مدينة رسول الله وأباحها ذلك الطاغية. فتشوف بأن الإمام هذه ال3 سنوات فعلا اتخذ مثل هذا الفعل وانعزل عن الناس مثلا ولم يخالطه، ولكن هذا عين الحكمة والسياسة كما يعبر بعضهم، لأن آنذاك أساسا كانوا يبحثون عن أدنى سبب للفتك بالإمام، هو الخط المتصل بالحسين سلام الله عليه، بل لعلها من الأمور التي ندموا عليها ولم يفتكوا بزين العابدين صلوات الله وسلامه، بل حال الله تبارك وتعالى بينهم وبين قتله. هذه الأحداث التي جرت مرة في كربلاء بعد مقتل الحسين ومرة في الشام، لكن أبى الله إلا أن يتم نوره. فنشوف أن الإمام قد حاولوا اغتياله، حاولوا الفتك به، فلم يجعل أي أدنى مبرر للدخول، فأي شيء يحصل في المدينة لكي لا ينسب للإمام سلام الله عليه والله هذه الحركة تبع الإمام أو أن هذا الفعل تبع الإمام وأنه أراد الخروج، أبدا، هو بعيد عن الناس. نعم، هذا الأمر لم يطول كثيرا، بل هي 3 سنوات من عمره الشريف، وإن كان كذلك فبعد حين ليس الأمر سيئا، فإن الإمام أبدى دوره. أنت اليوم تتنعم وتعيش في أجواء الاتصال بالله تبارك وتعالى من فضائل زين العابدين سلام الله عليه. أعطانا أعظم دستور رسالة الحقوق، هذه كيف يؤدي دوره وهو قاعد هناك بعيد عن الناس؟ بعد ذلك قام بدوره صلوات الله وسلامه عليه. أيضا المناجيات، هذا الذي تعبر عنه بزبور آل محمد، يعني كيف أن هذا الأمر كان سلوكا وعملا ينتفع به عامة الشيعة لاتصال بالله تبارك وتعالى. وأيضا خطبه الكثيرة ومناسك الحج، حيث كان يذهب للحج كثيرا، هذه كلها كانت موجودة وكانت يقود الإمام سلام الله عليه هذا الأمر، بل الناس تعلقت به خصوصا بعد فاجعة وواقعة الحرة. الناس تريد تهون من مصاب هكذا علي بن الحسين سلام الله عليه، كان يذكر مصيبة الحسين له، يفصل فيها أساسا، وهذه خطبة معروفة موجودة. هذه القضية التي لعلها لا تذكر إلا في مقدمها عندما أرسل بشر للدخول في المدينة لينعى الحسين، ثم دخل بعدين زين العابدين وخطب في أهل المدينة وغيرهم. وكأنما الحال كما هو اليوم، الإنسان المؤمن عندما تحل به المصيبة والبلية يسلي نفسه بمصيبة الحسين سلام الله عليه، فيرى أن مصيبته لا شيء. فنرى بأن الإمام سلام الله عليه أدى دوره على أتم وجه، وإنما إحياؤه حتى بهذه الكيفية لم يكن انعزالا. كثرة البكاء والإحياء هذا العظيم بهذا الزخم الكبير إنما هي رسالة. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه لديه هدف، أراد أن يحقق هذا الهدف من خلال ثورته المباركة بدمه الزاكي، وزين العابدين هو اتصال لنفس هذا الهدف، ولكن بماذا؟ بثورة من نوع آخر، مو ثورة بالسيف والرماح والدرع وكذا، لا، بل ثورة عاطفية. هذا الزخم الكبير مو شيء سهل. الإمام يبكي على الحسين ليلا نهارا، يريد يوصل رسالة. من هنا انتقل للأمر الثاني، أن إحياء الإمام زين العابدين كما يعبر أحد الأعلام مو بس هي قضية تفاعل مع مصاب الحسين، وإن كان هذا في حد ذاته مطلوب. يعني شنو؟ يقسم بعضهم البكاء إلى نوعين، بكاء انفعالي وبكاء فعلي. يعني شنو؟ انفعالي يعني ردة فعل، أنت أول ما تطرق في أذهانك مصيبة الحسين تستحضر هذا المصاب، خلاص بعد لا تتمالك نفسك،
تنزل هذه الدموع تبكي على الحسين. هذه شنو؟ انفعال، تحزن، ينكسر القلب. هذه كلها شنو؟ انفعال مع القضية. يقول الإمام مو مقتصر بكاء على هذا بس، يقول إن ما وراء هذا الإحياء أيضا أهداف وأسباب أخرى، يعني كأنما فلسفة البكاء ما وراء هذا البكاء من الأمر الطبيعي، يقول عندنا أمور أخرى يريد يحييها الإمام سلام الله عليه. مثل شنو؟ قال يريد يربي الأم. يعني شنو؟ قال شوف أنت عندك أي هدف وأي مبدأ تريد يترسخ في الأجيال، اقحمه في عاطفة الناس، خلوه متجذرا في عاطفة الناس. ولهذا ليش ذكر الحسين إلى اليوم باقي؟ مو موجود في أمر ظاهري ولا بأمر متزلزل ومتغير، بل هو في مبدأ متمسكون بهذا المبدأ. ولهذا تشوف 1400 عام كل هذه المحاربة والفتك والقتل والسجن وغير ذلك من الأمور والتنكيل، كل هذه الأسباب لو جرت على مذهب آخر لانتفى، خلصت إلا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. ليش؟ أنه مرتبط بذاك المبدأ المستمر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله: إن لقتل ولدي الحسين قرار في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الشعلة هي اللي مخليه ذكر الحسين لليوم باقي. فمو تقول أن زين العابدين بس قاعد يبكي هالشكل كأنما القضية شنو عابرة وعادية وسالفة ندم، يعني وسالفة أنه خسارة قتل الحسين. لا، عنده مثل هذه الأمور اللي يريد يعلم فيها الناس، يربيهم على أنه كلما تجذرت قضية الحسين بشكل عاطفي ارتبطوا بويش؟ بأهدافه، ارتبطوا بالمبادئ التي خرج من أجلها. هالشكل ينبغي أن نفهم القضية. فإحنا لما نجي نستحضر ونحضر في هذه المجالس ما أكون بس شنو أريد أتفاعل، يقول لا، انصب في ذهنك وفي عقلك مثل هذه الأهداف. فينصب هدفا أنه يريد أن يجعل هذا الأمر مترسخا في العاطفة، في النفس، في القلب، في الروح، بحيث ما تتغير، بحيث تبقى ثابتة راسخة ما تتزلزل. هذا حتى لو نجي نطبقها في أعمالنا وسلوكنا العملي في تربيتنا إلى أبنائنا، الشكل بعد يجري الأمر. الحجاب مثلا عندما يحبب هذا الأمر إلى البنت وهي صغيرة يختلف عقب ما كبرت، عقب ما بلغت، تعال والله اقنعها الحين. لا، حبب، خل هذا الأمر موجود شنو في عاطفتها، عجينة أنت تشكلها. فإذا حبب الحجاب إليها إنما تتمسك وتصير صعب الزواج، يصعب أن ماذا؟ أن تتنازل عن، تتعلق بزينب سلام الله عليها، تتعلق بالزهراء. وكذلك الشاب لا يجبر على الطاعات والآداب والتربية بالضرب مثلا أو غير ذلك، بل يحبب إليه العمل، حبب إليه الصلاة من هو من صغير. صعب شنو بعدين؟ يتنازل. ولهذا مع التنكيل ومع القتل ومع كل ما أنواع الظلم الذي جرت على الشيعة في العالم أجمع، مع بقاء هذا الأمر، مع الظلام الموجودة، إلا أن الحسين واقف في نفوسنا ولن يتنازل الشيعة. تشوف الزيارة يلا توصل، ولكن تترك الناس. لو تروح نص العالم تزور. ليش؟ هذا الأمر المرتبط في النفوس، مرتبط في الروح. هذا الأمر مهم، أن مثل يعني لا يقول كأنما لم يكن دور للإمام زين العابدين ومقتصر دوره على البكاء على الحسين. لا، شوف ما وراء هذا البكاء أولا. ثانيا كان بكاؤه صرخة في وجه يزيد، يريد يبين من خلال هذه الدمعة، يقول له ترى الحق هو الحسين والباطل هو يزيد. يعني يريد يبين هذا الأمر بشكل جلي وبشكل واضح.
من وين؟ من خلال هذه المجالس. الإعلام المضاد لا زال اليوم موجود، ناس تبرر ليزيد أفعاله وأصلا يبررون يقولون مو ولا قتل، يعني كأنما لازم يحتاج هو اللي يرفع السيف عشان يقولون ولا قتل، زي هو اللي أمر. وهكذا فتشوف أن نفس هذا المجالس، نفس بكاء زين العابدين كان إعلاما صدى. ليش الإمام كل هذا يبكي بهالحجم؟ ليش كل هذا الزخم من البكاء والإحياء؟ هذه أحد أهدافه، أن يوصل رسالة، أن يعلم الناس بالظلام. ولذلك ما تشوف أنه في أكثر من حادثة يروح في العلن يذيع مصيبة الحسين، مو قاعد بروح، أو في خواص في الأسواق مثلا يربط يذكر بالحسين، يبكي ويبكي. هذا أمر متجدد. ثالثا يريد الإصلاح في أمة جده. شوف الحسين، هذه المقولة منسوبة إليه: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الهدف، الإصلاح، هو عند زين العابدين. الحسين وصل إلى هدف إصلاح الأمة من خلال دمه المبارك. زين العابدين بهذه الثورة العاطفية الهياجة يلفت الأنظار. شلون إمام يبكي بكل هذا القدر؟ طبعا مو بس الإمام زين العابدين، طبعا لو نرجع إلى بعض الأنبياء الشكل بكاؤون الخمسة هذه موجودة، يعقوب، آدم، الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم. ليش؟ لأن من فقدوه مو واحد عادي. ففي نفس الوقت اللي خرجوا لطلب الإصلاح في الأمة، وفي نفس الوقت يريدون يعلمونها، هذا الأمر الرابع، أن عظمة البكاء من عظمة المبكي عليه. هذا الحسين، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبكي الحسين ولم يولد بعد، لم يأتي إلى هذه الدنيا. ومو بس رسول الله، ترى حتى الأنبياء، وكأنما البكاء على الحسين طريق للكمال أصلا والتكامل. وإلا ليش ما يوجد نبي ما مر إلا من هذه المنطقة وكذا إلا وبكى على الحسين؟ قضية إسماعيل وقضية كأنما الحسين في خط كل أولئك الأنبياء، أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أحيا ذكره وعزاءه وهو في أول لحظة. أنت شايف واحد جايبين له حفيد يبكي عليه، غير ما تشيل الدنيا من الفرح، ولكن أول ما جيء له بالحسين بعد أن ولدت به الزهراء وضعته أحد زوجاته في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بدموع النبي تجري. ايش عندك يا رسول الله؟ هذا ثاني حفيد المفروض تفرح، وإذا به يقول: إن ولدي هذا تقتله شرار أمتي. سينا شوف شلون رسول الله يحيي، يعلمنا، يبكي عليه منذ ذلك الوقت. في أول لحظات حياته بكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجري الأيام يقولون ما يمر عليه عيد من يشوف الحسين يبكي، بس لأن عيد يشوف الحسين يبكي، ومن يسمع صوت الحسين يبكي لبكائه، ما يتحمل النبي. أقول إذا هذا حال رسول الله، وش حال زين العابدين اللي شاف بعينه وسمع بأذنه؟ أنت متصور هذه المصيبة؟ شلون تتجرأ وتلوم الإمام على مثل هذا؟ وشيء بسيط، هو واحد عادي اللي رايح. زين العابدين اللي شاف أبوه جسد بلا راس، هذه ما حصلت. وبعد أدهى وأعظم اللي يقول: أنا سمعت الصوت ظهر وصدر أبي يتكسر كما تتكسر القوارير. ساعد الله قلبك سيدي ومولاي. ولذلك تشوف حتى بعضهم يجي يعتب على الإمام،
يروح الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد الأسواق، يمر ويريد يذكر ويذكر بالحسن، فتشوف أنه يذهب إلى سوق الجزر كما ينقل وهو مشهور، يقول له: يا جزار، أسقيت الكبش ماء قبل أن تذبحه؟ عجيب، وش تريد تقول يا سيدي؟ وإذا به يقول: نحن معاشر القصابين لا نذبح حتى نسقي، يعني ما يذبحون الشاة إلا بعد أن تسقى. وإذا بالإمام يصيح: لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمن، وابن رسول الله يقتل ظمآنا يا حسينا. ما اكتفى عند هذا الحد، يقول راح يوم من الأيام أيضا في أحد الأسواق، تأمل في هذه الجملة، وليش الإمام يسوي مثل هذا الفعل؟ ويجي واحد ينادي بصوت رفيع: على يا معشر المسلمين، إني غريب، ألا من يؤويني؟ التفت للإمام مباشرة، يقدر السنوس يؤويه؟ قال: لا يا هذا، أترى إذا ناديت أحدا بغربتك يجيبونك؟ قال: سبحان الله، وليس هذا من تعاليم الإسلام. قال: لكن إن أبي لم يجره أحد ولم يؤويه أحد، بل مات غريبا وحيدا. أيوة إمام، حتى بلغ من أحدهم أنه يعتب على الإمام: أما آن لحزنك أن ينقضي وبكاؤك أن يخف سيدي؟ وإذا بي يزجره الإمام، يقول له: ويحاك، على وش تعتب علي؟ إن يعقوب له 12 ابنا، غيب الله عنه ابنا واحدا وهو حي على هذه الدنيا. وش صار فيه؟ حدودب ظهره وشاب راسه وابيضت عيناه من الحزن عليه. أما أنا فرأيت والدي و17 من أهلي مقتولين. أنت ما شفت اللي أنا شفته؟ لا شفت جسم اللي على المسنات مطروح، يلا ويا وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح. ولا شفت الكبار ما لمتني بكثرة النار، ما خلت كربلا شيخ ولا شاب. بعد ماذا رأيت سيدي؟ تأمل وياه، بعين نظرت حسين بيد الطفل منحور، وامه الرباب تعاينه ودمومه تفور، قلوبنا فتها بونينه وعينه الدور. كل ما طلع منا بدر بالمعركة غاب. أما المصيبة العظيمة والفاجعة الكبرى ومصيبة اللي هيجت حزني علي، عاينت صدر حسين تحت الأعوجية. ويل وحرقة وخيمنا وركبات
أراد أن يسلي الإمام: سيدي إن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. جاوب الإمام: عزيز عليك وعزيز عليك أيها الغيور، قلنا القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، لكن أبا حمزة تشهير عمات لنا عادة، تشهير الرؤوس على السنان من بلد إلى بلد لنا عادة. لا والله. قال له: يا شبل المصطفى ورب السيادة، صار القتل لكم يا أهل البيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن الأنجا. قال له: يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب، لا زاد يهنالي ولا تهنى بمشروب. على وين؟ قال: تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحلت عظامي ولدي ذي العيش ما طاب. اسمع تأمل. قال له: يا أبا حمزة أنا كلما تذكرت فرار عماتي في البيداء خنقتني العبرة. وين ينسى الإمام؟ وين ينسى؟ أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، ما قصروا بالغاضر زلزلوا البيت. على ويش عجل سيدي كل هالمصايب؟ أنا نكس الراس دخول زينب، مجلس يزيد حسر ومن نوح اليتامى راسها شاق. يعتبون على الإمام، ما دروا ما جرى في الشام. هذه المصيبة اللي يسأل الإمام يقول له: هي المصايب عليكم أعظم سيدي. وإذا بي ينادي ثلاثا: الشام الشام الشام. ولا تنسى بعد المصيبة تتجدد يا حبيب السنة. ما أدري وهذه ال40 جاية منو بيروح يعزيها، منو بيروح يخلف عليها. ساعد الله قلب الإمام اللي يشوف زينب تدخل مجلس يزيد، وهذا اليوم الشمات يشمتونها عند ضريحها. سيدي متى الفرج؟ ولذلك الإمام جليهد منها لقل له: سيدي كيف أمسيتم؟ والله عظيم. يقول له: أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستبيحون نساءهم. يقول له: يا منهال، غدت العرب تفتخر على سائر العجم بأن محمدا منها، وغدت قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها، وغدا آل محمد مقتولون مقهورون مطرودون. يلا خلنا نختم وياك بهذا الموقف. وش صار عليه؟ قال: ادخلوهم على مجلس ذلك الطاغية اللعين. لكن على أي حال، يقول الإمام زين العابدين: أول الحبل في عنقي وآخره في كتف عمتي زينب، نساق كما تساق الأغنام. لو ما قالها الإمام ما نتجرأ، لكن شوف حالتهم والهضيمة. وإذا باللعين يشير إلى يزيد يقول له: هب لي تلك الجارية، وهو يشير إلى بنت
من بنات الحسين أين المنادي وإمامه؟ ساعد الله قلبها وهو يشار إلى أخته بأبي هو وأمي، فانبرت زينب أسكتت ذلك اللعين، ثم نطق يزيد فأسكتته بالخطبة العظيمة. أراد أن يحرق قلبها وقلب من معها، قال علي براس الحسين. وينهم اللي يندبونه؟ وينهم اللي يصرخون عليه؟ جابوا إليه الرأس موضوع في طشت فيه ذهب مغطى بمنديل، وما إن رفع ذلك اللعين المنديل بان راس الحسين لزين العابدين. وش حالتها الراس يا مسلم؟ أسألك وش حاله؟ أنت شايف يا الله، شايف لين الراس؟ يقول لك رفع على سنان. رفع على سنان يعني شلون؟ يعني غرسوا الراس على ذلك الراس السنان. يا الله، وكلما أرادوا رفعه فعلوه ثانية. يعني ايش حالته؟ ومحاسنه مجرحة، شيبته مخضبة بالدماء، جبهته مخسوفة بالحجار. ولم يكتف اللعين بذلك، أخذ مخصرته قام ينكت أضراس الحسين حتى كسرها. ساعد الله قلبي ويريدون ينسى، لا والله ما ينسى، وظل إلى آخر عمره ينادي وسيداه وحسيناه، حتى إذا سقي السوم فأحس من فيه إلى سرته من يقطعها بالسكاكين ويشرحها بالمواسين. أخذ يوصي بوصاياه للإمام الباقر، استقبل القبلة، قرأ شيئا من القرآن، مدد رجليه، أسبل يديه، أغمض عينيه، عرق جبينه، أطبق فاه، وفاضت روحه الطاهرة. أيوة إمامه سيدنا فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الروضة بالقبر والدين مهدوم. وين الباقر؟ شمار أبو جعفر عن أردان يغسله، خلاه فوق المغتسل والدمع هلا، يقول له يا شبل حسين يا سيد الملة، باقي اثر هالجامعة برقبتك لليوم. غسله بيده وجفنه والدمع يجري، يقل القلب من انمرد يا طود فخري، يا كعبة الوفاد تضعضع ركن صبري، وخلى الإمام على النعاش والقلب مألوم. هذا حال الباقر ها، وقلبك راح إلى كربلاء بعد.
يقول غسله جفنه شاله صلى عليه بكل عز وجلال. صحيح الباقر شاف أثر الجامعة على رقبة السجاد، وشاف حز القيود والسلاسل في يديه ورجليه، لكن بالله عليك ما شاف جسد بلا راس. الباقر أخذ يغسل بيده على صدره وظهره، ما قام شال بباريه يجي له قطعة قطعة يا حبيبي. يلا بيت الدعاء والحاجة. لحد ابوه بحفرته ومن القلب ذا لا شاف ضربة بالجسد، لا عاين صواب، لا شاف طعنه بجثته، لا شلعن الشاب، لا عاين من الخيل ضلاعه كسيره. وش حال السجاد؟ قال يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد، من عاد لحد والده ويدفن الاجساد، مو واحد ولا اثنين، 70 جثة اللي دفنها كل ولاد بقبور الناس، وناس انحطهم بالحفير. هذا حال الاصحاب، حال الاهل. شلون شال الحسين يوم العطيه؟ جابوا له قطعة باريه وجمعوا صالح اويلي، ولف عسى عين العمى ودناق وشاله، حطاب وسط قبره وتخصر وانحناله، ويلي شبه بنحره والضماير تسعر بنا. ما لي يراك ودمع عينك جامد، وما سمعت بمحنة السجاد. إلهي بمولانا زين العابدين، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وهب لنا رأفة ورحمة ودعاء وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم اشف كل مريض، رد كل غريب، فك قيد كل سجين وأسير، وانصر المؤمنين على الكفار والمنافقين والمشركين. اللهم وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وأموات المؤسسين والحاضرين. رحم الله من يهدي للجميع ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات.